نسميها الحب الأعمى، لأنه الفانزات شايفينه بس ما حدا قادر يثبت شيء. ما بعرف شو صاير بالسوشيال ميديا، يعني صاير محور اهتمام العالم. نحن رح نعمل لكم تحليلات دقيقة نكشف لكم فيها المستور. أولا، مستحيل يصير حفل بدبي إلا ما تكون لنوش حاضرة وبالVIP كمان. ولما بتخلص الحفلة لانا بتلتقي بعبودة وبياخدوا صورة مع بعض، والصورة بتطلع ترند. وبس تخلص الحفلة لازم تعمل ترانزيشن بين الحفلة والبيت. ثانيا، الشامي بيتفاعل على المقاطع يلي بيكون فيها لانا وغنية لإله، يعني مثل هيك مثلا. وحسب تحليلات الفانز في كمان عدة دلائل بتدل إنه في تقليد نوعا ما مثل البندورة واللبس والحركات بركات. بالمقابل إما لانا قالت إنه بنتها مركزة على دراستها وما لا فاضية لها القصص. لا هيك كتير. ننتقل لرامي وسيدرا يلي رح نسمي علاقتهم زواج مصلحة، لأنه إذا تمت هالعلاقة فالمستفيد الأكبر هو أبو الريم. القصة بلشت من فيديوهات أسامة مروة، بوقتها أسامة عزم البيوتيز ورامي حمدان وغيرهم على لعبة الكراسي، وصار تاتش بين رامي وسيدرا وهن عم يلعبوا. ومن وقتها العالم فتحوا صفحات فانز وشبكوهم مع بعض وعلى تصاميم تاخد وتصاميم تجيب. العمى على المدخل هيك لحتى اجتمعوا مرة تانية بقطر وصورتهم شيرين بالغلط. يا سبحان الله، بالغلط وهن قاعدين جنب بعض، مع العلم انه شيرين بتعرف بتصاميم الفانز يلي معبية التيك توك عن رامي وسيدرا. وبين تأكيد ونفي رامي حكى بشكل سطحي انه ما بتربطوا علاقة حب بسيدرا بيوتي، ومع هيك الفانز لا مصدقين ولا مقتنعين. وليد وروان يلي علاقتهم تشبه مسلسل العشق الممنوع، من كتر العشوائية بهالعلاقة ما عاد عرفنا الصدق من الكذب. بلشت القصة من حفل خطوبة نور ستارز، بوقتها الكاميرا مسكت وليد عم يشم شعر روان. الفانز طلعوا عيونهم من مكانهم لأنه لقوا حدا يستلموه. هون وليد وروان قرروا يستغلوا الترند، لغوا متابعة بعض على انستغرام، طلعوا على سناب وسمعوا كلام لبعض. بنين ستارز اشتغلت اللمبة براسها وقررت تصور فيديو على يوتيوب وتجمعهم مع بعض. ونور ستارز عزمتهم على حفلة عيد ميلادها وحرفيا جابوا العيد. بحفل تخرج روان وريان وليد لبس قبعة التخرج تبع روان. يعني العالم مو عرفانة إذا علاقتهم حقيقية أو مجرد ترند وعم يستغلوه. أما العلاقة الأخيرة معنا لليوم فمعنا قمر الطائي والريس. الله يخلي الرئيس، الله يطول عمره. وخلينا نسميها حب للإيجار. من لما سافرت قمر على دبي وحياتها انقلبت على ورد أحمر كل يوم وهدايا ديور وشانيل وسيارات فخمة، وبدلت رفقاتها بالأسود. والعالم شاكين إنه في ريس بالموضوع وعم بيقولوا مليونير خليجي. وانتو خبرونا مين أكتر مسلسل من المسلسلات اللي حكيناها حابين يتحول لحقيقة؟